اما الغالبيه اللي بيتعبوا ويبذلوا مجهود وماشيين بما يرضي الله عشان يحققوا اهدافهم، فانت حضرتك كملاحظ واجب عليك تهيئ ليهم الهدوء والطمأنينة وتهون عليهم وقت الامتحان. يعني بص لهم ابنائك، مش كمان مجرد عمل. يسر ليهم بما لا يخالف الضمير في منع الغش. تحياتي ليكم وربنا يوفقكم طلبة وطالبات، ويفرح أولياء أموركم. الزملاء الأعزاء مراقبي الثانوية العامة، خلي بالك من أحدث اختراع للغش. هتلاقي مادة العربي مثلا على سبيل المثال، الواد جايب معاه آلة حاسبة، ولو سألته هيقول لك بكل بساطة نسيتها في المقلمة يا مستر. مش واضح طبعا بيعمل بيها ايه. حاطط كارت السماعة جوه الآلة الحاسبة وبيسمع من السماعة الموجودة في ودنه. وللعلم وللمعرفة مدى الكارت بتاعها قصير جدا، يعني عشان يوصل الصوت للسماعة. فأي حاجة تشك فيها مع الطالب ابعدها عنه ولو متر واحد، مش هتشتغل معاه. على سبيل المثال كيس شيبسي ومقفول، بيبقى الكارت جوه الكيس وتعاد تقفيله تاني بالحرارة. كل انواع المأكولات بالتأكيد ممكن يكون جواها كارت. مروحة شحن جايبها معاه يبقى الكارت جواها. اي شيء زيادة عن القلم تشك فيه. اصحى يا زميلي عشان ما حدش يضحك عليك، وركز على لياقات القميص، خاصة في لياقات عريضة بيبقى الكارت جواها. والكم اللي متشمر، والحزام اللي شكله اوفر، ممكن تلاقي حزام توكتو غريبة. لسان الكوتشي بيبقى كبير، برضو ممكن يكون الكارت جواها. ركز يا اخويا الغالي واسمع كلامي. اما البنات فدول بقى تخصص الامن. السيدات اي حد تشك فيه اطلب فورا الامن، ما تعملش حاجة غير كده. لو كان المراقب ست كمان ما تخليهاش تيجي عندها، لا اطلب لها الامن، لان ده مش شغلك، ده شغلهم. اي طالب تلاقيه مقرب قوي من التختة الخشب تعرف اني لازق الكارت تحت التختة وبيقرب عشان يسمع. اي طالب جنب الشباك وتلاقيه لازق في الحيط، ده حاطط كارت السماعة في الخشب بتاع الشباك وبيبقى مقرب عشان يقدر يسمع. اي طالب حاطط ايده على ودنه تأكد مليون في المية ان معاه سماعة وبيضغط عليها بايده عشان يسمع كويس. حركة كمان بيعملها الطلبة لو انت ملاحظ واخد بالك، انه نخبط على التختة الخشب بضوافره عامل نفسه سارح في ملكوت الله، لكن الباشا بيبعت اشارة اللي بيمليه الإجابة. كحة واحدة ابدأ، كحتين قول تاني، 3 كحات خلاص، 4 كحات مش فاهم. ده لو السماعة في لياقة القميص أو لازقة قريب من ودنه. ولو انت ملاحظ في لجنة خلي بالك، الساعة دي بقى أخطر حاجة في الكلام كله، بيبقى فيها كاميرات بتصور الامتحان وتشيره بره اللجنة، وحضرتك تاخد شهر جزا في أقل من 5 دقايق، وحرمان 5 سنين ومحكمة تأديبية وفضيحة. احنا ما نستاهلش كده. النضارة الدراعات بتاعتها عريضة واللي العدسات بتاعتها عريضة تخلي بالك منها. ريموت العربية او ريموت الموتوسيكل بيبقى جواه الكارت. طبعا ده بيخص الفئة اللي ناوياها سماعات وغش من وهي بتقدم اولى ابتدائي، مش هقول لك اولى ثانوي.